هيرونيفر. نطق النهارده هو نطق بسيط جدا، سيمبل جدا. نطق ال A E هو قريب شويه من الاي، حرف الاي في اللغه الانجليزيه، بس هو مش اي، هو نطق الهمزه او الالف المكسوره. وده كان بيرمز له المصري القديم بشكل الريشه، ريشه ماعد، بريشه واحده بس، عشان الريشتين هناخدهم الحرف الجاي هي بتعبر عن ايه. فريشه واحده بس معناها اي او بتتنطق اي. كان بترمز للرمز ده ب او الترانسليتريشن بتاع الرمز ده، النطق بتاعه كان الاي اللي عليها شرطه مش نقطه. وطبعا زي ما قلنا ده عباره عن الهمزه، بينطق الهمزه او الالف المكسوره، الالف اللي تحتها همزه. طبعا في خط فيلو الرمز ده سهل وبسيط جدا، مجرد هتعمل عصايه كده وهتروح عامل شكل الريشه، بس بقى عندك النطق الاي. عايزين خط ارفع من كده اهو، ادي الهمزه. عايزين خط ارفع من كده اهو، ادي الريشه، واللي هي بالمناسبه بنحب نسميها ريشه معد اهو. طب لو احنا عايزين نكون كلمه، مثلا لو انا عايز اقول لك كلمه اكتب، اكتب دي ما فيهاش نطق عشان احنا في هنا في خط فيل او باللغه الميدونيتر بنكتب النطق بتاع الكلمه، ما بنكتبش الحرف ذات نفسه، لان اكتب هي اولها في اللغه العربيه الف، بس النطق بتاعها ايه؟ النطق بتاعها اي. اكتب، اكتب همزه. فعشان كده لما بنيجي نكتبها في لغه الميدونيتر بخط فيلو بنعمل كده، ادي نطق الاي، ادي نطق الكي، وادي نطق التي، وادي نطق البي. اكتب بقى كده عندنا كلمة اكتب. بس ودي كانت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ياو معاكي ام حوت.